غادي نشارك معكم اليوم وصفة ديال العجينة ديال البيتزا ناجحة 100%، وهي المعتمدة عندي، سهلة وبسيطة مع جميع الأسرار ديالها. باش تنجح كندير 2 كيسان ديال الدقيق ونص كاس ديال الفينو، معلقة شوية ديال الملح، راس معلقة صغيرة د البزار، الزعتر، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. أنا درتها في العجانة، عجنتها بما دافي، تقدروا نتوما تعجنوها بيديكم. درتها في العجانة باش تدلكها مزيان. من مورا ما دلكات ليا مزيان العجينة تنديرها في بلاستيك غذائي وتنغطيها مزيان باش تخمر. هنايا كندوز كنصايب لاصوص، كندير 2 مطيشات محكوكين، بزار، الملحة، الزعتر، شوية ديال الزيت ومعلقة صغيرة ديال مطيشات الحك، وكنديرها فوق البوطة على عافية قليلة باش طيب على خاطرها وتجي زوينة. هنايا اختاريت نديرها بالطون، هنايا قطعت شوية ديال الفلفل دواور. شوفوا تبارك الله العجينه كيف كتجي. الا كان عندكم مازال الوقت تقدروا انكم من تخمر العجينه تعاودوا تجمعوها وتخليوها تزيد تخمر، وعاوتاني من تبان لكم خمرات تعاودوا انكم تجمعوها وتزيدوها تخمر وحتى اللي مزروب. راه تقدر هاد العجينه هادي بلا ما دير لها هاد المراحل كامله راه كتكون ناجحه 100%. وهذه هي العجينه المعتمده عندي. شوفوا تبارك الله كي كتجي، الفقاعات كيكونوا فيها. انا اختاريت نقرصها بشويه ديال السميده، كنرشي شويه ديال السميده كميه قليله كنقرص بها. كتجي زوينه في العجينه البيتزا من كطيب. كنستعمل حتى المدلك. هاد العجينه هادي ما كنديرلهاش نص طيبه، من كنقرصها كنديرها نيشان كطيب، كنعمرها ونديرها طيب. هنايا كنتقبها شويه ضروري. ها هي لاصوص اللي وجدت كنديرها. انا اختاريت ندير البيتزا ديالي بالطون. كيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم غير العجينه، العماره كتبقى اختياريه يعني اللي متوفر في الدار. كندير لاصوص. قلت لكم انا اختاريت نديرها شويه بالطون، درت الطون فوق لاصوص. كنستف ديك الفلفله اللي قطعت. قلت لكم انا راه تنعمر البيتزا نيشان، ما تنديرش الباط ديال البيتزا نص طيبه. تنعمر البيتزا نيشان باش طيب في مره، وهكا طريقه سهله وحسن ودغيا كتوجد. عندي هنا الفرماج. الفران كنديرو كيسخن واحد شويه، كنستعمل الفران ديال الغاز، كنديرو يسخن واحد شويه، عاد كنخشي البيتزا باش يدخل البيتزا على فران سخون ماشي على فران بارد. ومن كندخلها كندير البوطه متوسطه، يعني ما نقش البوطه بزاف باش ما تقصحش العجينه، كنديرها متوسطه. وهيا البيتزا ديالي واش دار. شوفوا تبارك الله العجينه كي كتجي، حتى المذاق ديال البيتزا ديال الطون حتى هو كيجي زوين. شوفوا تبارك الله العجينه كتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوا هاد العجينه، واللي وصل لهنايا ما تنساش معاك لايك وابوني وشي كومونتير زوين. شاركوا معنا حتى نتوما الوصفات ديالكم.